السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى نموذج التحقيق الصحفي ضمن سلسلة فيديوهاتنا عن كتاب دليل الصحفي المهني للدكتور عبد الوهاب رامي. هذا هو نموذج التحقيق الصحفي، نموذج تطبيقي صياغي. مشكلة الدكتورة الفرنسية تجاوز 17 سنة ويهدد بسنة جامعية بيضاء. حقيقة دكتورة بين النص والتأويل. لذلك كما ترون هذا يبدأ بهذه المقدمة سنقرأها: سنة بيضاء، مسير يتهدد مستقبل الآلاف من الطلبة عقب قرار الأساتذة حملة الدكتورة الفرنسية الدخول في سلسلة من الإضرابات منذ يناير من السنة الحالية، احتجاجا على رفض وزارة التعليم العالي فتح باب الحوار معه والاعتراف بالقيمة العلمية للدكتورة الفرنسية وإنزالها المنزل المستحقة. ثم ينزل نعم، ها هو كلية آداب والعلوم الإسلامية مارسيل، محطة أخرى، هكذا تدريجي، وكأنه من الكل وبالتدريج نحو التفاصيل. نعم، نتحدث عن 1980، نوع من الكرونولوجيا، ثم منذ سنة 1984 فعلى من تقع المسؤولية في بقاء هذا الملف كما ترون هنا. ثم بدأت الدخول إلى تفاصيل أكثر. تتعدد التأويلات والنص واحد. المشكل يعود إلى 5 يوليوز إلى 5 من يوليوز 1984. هذا نموذج من النماذج. نعم، يتم التطبيق فيه كل ما رأيناه في النظري. نعم، هنا تمخض الإصلاح فولد حيفا. نعم، كل ما يتعلق بهذا الملف يتم التحقيق فيه بشكل تفصيلي إلى أن نصل إلى العنوان: كفاءة مع وقف التنفيذ. ثم يأتي بشهادات حوارات. هذا مثلا زروالي حسن أستاذ التعليم العالي، زروالي أستاذ التعليم لمادة الرياضيات. دائما لابد من حوارات مع أصحاب التخصصات، مع النقابة وجمعية اتهامات المتبادلة. أيضا دور كل تأتي بجميع المتدخلين في هذا الملف، أيضا يدخلون على الخط. ثم يأتون هنا، لاحظوا معي هنا يقول الدكتور شكري رئيس شعب الهندسة الميكانيكية بالمدرسة المحمدية المهندسين وعضو بالجمعية، وصلت النقابة الباب في أوجهنا ولم تدافع عن ملفنا. ثم يأتون بالعضو عبد المجيد فاضل، عضو مكتب المحلي النقابة في الرباط، اعتبر أن الجمعية التأسيسية سحبت منه بطريقة غير مباشرة، وهكذا إلى الخاتمة: حلول الوزير بكلية الآداب